قررت اخيرا ارجع اصحى الساعه 5:30 الفجر، وبجد مش هتصدقوا اللي بيحصل في حياتي. الموضوع مش بس صحيان بدري، الموضوع هو ترتيب الفوضى والمحافظه على الطبيعه. وبالنسبه لي الفوضى مش بتترتب غير لما اخلص اكتر حاجه مش بحبها وهو المطبخ. فبخلص المواعين عشان اسكت وش الافكار اللي في دماغي، وبعدها بعمل بمضة الملح اللي بتطرد كل البكتيريا، وكوبايه ديتوكس بترتب جسمي من جوه. روتين بسيط بس بحس جسمي بيقول لي فعلا شكرا. وفعلا اهم ساعه هي اول ساعه في اليوم، عشان الساعه ديت الحاجات اللي بتعملوا فيها بتاثر على طاقه بقيه اليوم. في الوقت اللي العالم كله لسه نايم فيه في بركه بجد مش طبيعيه. وبحب ان انا اراجع اللي حصل امبارح، وبعد كده بخلص الورد اليومي بتاعي، وبجد اخدت من هدوء الفجر طاقه خلتني اقدر اركز في شغلي 100%. جهزت نفسي وصليت الضحى وجهزت انا اختي، وبعد كده نزلت اتمشيت كالعاده مع عسكر الصباح ونسمة اسكندريه اللي بجد بترد روحي. بجد منظر ما يتعوضش. ونصيحتي ليكي اشربي ميتك وانتي بتتمشي في الوقت ده. رجعت وعملت روتين بشرتي وفطرت، والمفاجاه اللي بجد ان الساعه كانت لسه 9 الصبح وانا مخلصه اغلب التاسكات اللي عليا. بعد ما خلصت فطاري قعدت اكمل اشوف هعمل ايه بقيه اليوم، وبعد كده قعدت اذاكر وراجع الجدول بتاعي. وخليني اقولك ان اصعب ساعه تقابليها في اليوم ده هي اول ساعه مذاكره. هتعدي الساعه دي بس وهتلاقي الموضوع سهل جدا عليكي. خلصت مذاكره اول مادتين، وبعد كده قعدت حفظت شويه شعر، وبعد كده بدات ان انا اجهز نفسي للماده التالتة. بس كنت تعبت شويه، رحت وعملت زبادي وحطيت عليها الفاكهه اللي انا بحبها، وبرده بعد ما اكلتها ذاكرت ساعه وتعبت تاني، قلت اغير المكان ورحت ذاكرت في مكان تاني. خلصنا اخيرا المذاكره وعملت الغدا، ودلوقتي وقت التنظيف. وبعد ما اتغديت مع العيله قعدت معاهم شويه. فلو حاسه ان يومك ملخبط ابدأي بس الفجر وسيبي البركه تقضي. واستنوني بكره في يوم جديد. مع السلامه.